السمو، إن أشقائكم في الصومال يتطلعون نحو هذه القمة التاريخية، ولديهم أمل كبير في أنه سيصدر منها ما يمكن دولتهم من التغلب على التحديات الماثلة أمامها، والمتمثلة بواحد: فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الصومالية. ذلك أننا وبعد مرور أكثر من 25 عاما بدأنا بتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية لبعض الدول العربية وغيرها، ونأمل من جميع أشقائنا فتح أسواقهم أمام منتجات بلادنا بشروط ميسرة نظرا للظروف المحيطة بنا. 2. عقد مؤتمر إعمار الصومال، ذلك أنه حين يخوض بلد مع حرب أهلية لمدة تزيد على عقدين من الزمان، تعقبه حرب إرهابية صريصة يحتاج أهله إلى التعافي سريعا من خلال إعادة الإعمار، ونأمل في صدور قرارات خاصة بهذه الأمر من القمة، وتشكيل لجنة رئاسة بالتعاون مع الأمانة العامة والحكومة الصومالية بوضع الترتيبات اللازمة لعقد هذه المؤتمر. 3. تنفيذ قرار القمة والقاس بإعفاء الديون من الصومال، ذلك أننا لا نستطيع حاليا الاقتراض من الدول والمؤسسات المالية الدولية بسبب الديون المتراكمة على دولة قبل وبداية العقد الأخير من القرن الماضي، وجزء كبير من هذه الديون لدول ومؤسسات عربية. 4. تنفيذ قرار خاص بدعم الصومال لمبلغ 10 ملايين دولار شهريا لمدة سنة، ونحن إذ نؤكد على أهمية هذه المبلغ لتعزيز قدرات المؤسسات الدولة الصومالية، فإننا نؤكد كذلك التزامنا بآفاقه من المجالات المخصصة له بكل النزاهة والشفافية، ونرجو من أشقائنا الدول العربية لتعجيل بتنفيذ هذه القرار لأهميته القصوى في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو الأمن والاستقرار والتنمية. 5. التعاون في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب. نحن في الصومال ستكون خبراتنا المتراكمة في مواجهة الظافرة ضد هذه الظاهرة المرضية في متناول أي دولة عربية ترغب في ذلك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ولا يفوتني أن أعبر عن تقدير وامتنائي لزيارة التاريخية للوفد الوزاري العربي رفيع المستوى إلى الصومال في ديسمبر 2014 برئاسة معالي الشيخ صباح خالد أحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دولة الكويت، وسيد أحمد ولد تكدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. هذه الزيارة التي أكدت لشعب الصومالي مدى اهتمام الجامعة العربية والدول الشقيقة أعضاء فيها بشؤونهم، ومدى التزامهم بوعودهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في الصومال من أجل تعزيز الأمن والاستقرار. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن موقف الصومال من الأزمة اليمنية الحالية واضح ومبدئي، ويتخلص على آتي: 1. تأييد الشرعية المتمثلة بالرئيس عبد رب المنصور الهادي، ورفع كافة إشكال العمليات التي تهدف إلى تفويض هذه الشرعية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والإقلال بالنظام العام. 2.
إعلان وقوف الصومال بجانب الدول الشقيقة والصديقة التي تعمل لحماية الحكومة الشرعية في اليمن والحفاظ على سيادته ووحدة ترابه. وستقوم الصومال بتقديم كافة للتسهيلات الضرورية لإنجاح مسعاهم في عاصفة الحزم لإعادة الاستقرار إلى اليمن. وقبل الختام أود أن أشيد بدور كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على نجدتهم لضحايا العمليات الإرهابية، حيث أرسلتا طائرات طبية نقلت المصابين والجرح إلى بلدهما، ويحوض حاليا بكل رعاية وعناية. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تكفلت في نقل جرح الحدث الإرهاب الأخير الذي استهدف فندق مكة المكرمة بمقدشو، ولشقائنا الذين يقفون معنا دوما في وجه الإرهاب الشكر الجزيل. ونرجو من القمة إصدار بيان يدين هذه الحادثة الإرهابي الجبان وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية لاستئصال شأفة هؤلاء المتطرفين المارقين. وفي الختام نشكر كافة الدول العربية التي ساندت وتساند في دفع عجلة الاستقرار والتنمية في الصومال، ونتضلع إلى مزيد من التعاون والشراكات الاستراتيجية في المجالات الأمنية والاقتصادية. وتقبلوا فائق المودة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس الصومالي على كلمته، وأعلن انتهاء جلسة العمل الأولى، وأشكر الضيوف ورجال الصحافة والإعلام، وأدعو أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ورؤساء الوفود إلى التوجه لتشريف مأدبة الغذاء الرسمية، ثم نعود لاستئناف أعمال جلسة العمل الثانية